يا صباح الفل والهنا على احلى اخوات في الدنيا، عاملين ايه؟ يومكم ان شاء الله طاقه ونشاط. لو اول بقى مره تشوفيني يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. وقبل ما نبدا في اي حاجه نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. ايه يا ساره واخدانا على الطيور كده على طول؟ يلا نقوم كده نشوف اللي ورانا. والنهارده كده خدتكم بقى ونزلت عند الطيور، وعايزه اقول لكم ان دي فراخ ساسو على بلدي. ونزلت كده بقى عشان افطرهم، ما لقيتش علف اللي هو الدشيشه يعني او البادي زي ما بتقولوا عندكم، فلقيت كده حبه رز عندي فاضلين فاستعنت بيهم النهارده عبال ما ابعت اجيب عليقه او علف. وبعد كده بقى حطيت لهم ميه. وعايزه اقول لكم ان الفراخ الساسو على البلد دي بتاكل اي حاجه اي حاجه، بس برضو ما تقطعيش عنهم العلف او الجريشه. لازم يتحط لهم علف. بس انا قلت بقى كان الوقت خلاص دخلنا في الساعه 9 فلو هم لسه ما فطروش، فقلت افطرهم. وشعاري دايما في القناه لو عندك اي مكان ولو صغير استغليه، لو ب10 فرخات هتلاقيهم دايما بياكلوا حسنه البيت وساطرين البيت دايما ان شاء الله. النهارده بقى كده عندنا حبه حكاوي هنحكيهم مع بعض، وحبه يعني نستفاد من بعض. وعندنا مشكله لاختنا وحبيبتنا، ودي فقره المواعين، فقره دردشه مع اخواتي الحلوين. هنا بتقول ازيك يا ساره، عامله ايه؟ يا رب تكوني بخير، كل سنه وانت طيبه، وعيد سعيد عليكي وعلى اولادك وانت طيبه يا حبيبتي. بشكرك جدا ان انت حطيتي رقمك على لمحه المشكله، لان انا ما بعرفش اكتب في التعليقات. وعايزه اقول لك يا ساره ان انا طالعه من العيد مفيش طاقه خالص عندي، وحاسه ان انا مخنوقه وحاسه بخنقه كبيره جدا. وقبل العيد كان في طاقه وكان في نشاط وكنت بروق وكل حاجه. طلعت من العيد لسه ما استعنتش كده بصحتي، وحاسه ان الدنيا كلها متكركبه فوق دماغي، وحاسه بخنقه كبيره. وحاسه ان انا مقصره في البيت ومع الاولاد. ويا ريت تقولي لي اعمل ايه؟ جزاك الله كل خير، بحبك في الله وانا كمان بحبك في الله يا قمر. وما تخافيش، هي بتقول انا خفت ابعت لك من رقم تعملي لي حظر او حاجه، لا انا سايبه اي حد بيبعت لي مشكله بقول عليها. وبحبك في الله يا قلبي. وتعالي دلوقتي هقول لك تعملي ايه نرجع الطاقه بيها. ويا رب يا رب تستفادي، وانت تستفادي مني وانا استفاد منكم ان شاء الله. لك كده على كام خطوة وعن تجربة، وأنا بطلع أتكلم معاكم والله بمنتهى الصراحة بمنتهى التجربة. مش هقول لكم إن إحنا طول النهار قاعدين على السجادة أو مثلا مش مقصرين في الصلاة أو في العبادات، لأ. كل واحد لينا بيجي عليه وقت كده بيكسر، بس إزاي نقدر إن إحنا نستعان بنشاطنا تاني وما نقصرش مع ربنا. وعايزة أقول لك إن دايما اللي هيطلعك من الاكتئاب ومود اللي هو اللي أنت حاسة إن أنت مقصرة وإن أنت مش قادرة، بالاستغفار. استغفار كتير كتير واذكري الله كتير، خلي ذكر الله كده دايما على لسانك وفي قلبك. وكل ما تحسي نفسك مخنوقه، لو انت من الناس اللي ما بتعرفش تقوم لصلاه الفجر، ممكن تصلي الصبح عادي وتاخدي اليوم كله كده تعملي وقت للصلاه. انا بكلمك علشان انا مجربه التجربه دي. انا كنت بفوت في الصلاه كتير، ولما انتظمت في الصلاه والله العظيم غير في حياتي كتير جدا. لازم تلتزمي بالصلاة والأذكار صباح والمساء. عايزة أقول لكم والله سحر. والله أنا كنت بسمع فيديوهات زيكم كده، وحد يقول والله يا جماعة أذكار الصباح والمساء دي سحر. يعني كنت باخد الموضوع اللي هو الكلام انتوا فاهمين اللي هو عادي، احنا بنقول الأذكار الصباح والمساء وساعات بننساها. لا، داومي عليها ولو شهر، وشوفي ايه الطاقة الإيجابية كده اللي هتخش حياتك وهتخش دنيتك. والطاقة يا سلام بقى لما تقومي الصبح كده وانت على السرير، بدل ما تمسكي تقلبي في التليفون على السوشيال ميديا والاخبار السلبيه دي كله بيتقلب علينا احنا. يعني احنا اول ما نمسك التليفون الصبح كده ونقلب في الفيديوهات نلاقي واحده بتصوت، واحده بتعيط، واحده عندها مشكله. كل ده بيعكس على نفسنا احنا. طبعا لسه قايمين الصبح، فاي حاجه بتاثر بيها جسمنا اول ما بنصحى هي اللي بنفضل عليها طول اليوم. فأول ما تصحي كده هاتي أذكار الصباح والمساء على التليفون، هاتي أذكار الصبح كده وافضلي اقرأي فيها حبة كتار. يعني القعدة اللي مثلا 10 دقايق اللي هتقوميهم على السرير عبال ما تفوقي، قولي فيهم أذكار الصباح والمساء، سواء بالتليفون سواء مثلا بالمصحف الصغير، أو سواء منزلاهم مثلا فيديو على التليفون ترددي ورا الأذكار الصباح. والله بتفرق جدا. أنا بكلمكم عن تجربتي، أنا مش هقول لكم إن أنا مستفادة أو إن أنا واخدة دروس، لأ. داومي عليها شوية فهتستفادي. أنا باكلمكم وكذا مرة قلت لكم في الفيديو عن تجربة. قومي كده الصبح قولي أذكار الصباح كذا مرة، يعني هاتي فيديو كده مثلا يكون ولو 5 دقايق ولو 10 دقايق تلاقي قلبك اطمن. قومي كده صلي ركعتين لله وابدأي يومك كده. بصي بذكر الله، يعني ابدأي يومك وانت قايلة حتى أذكار الصباح. وهاتي الشاشة على الرقية الشرعية أو هاتي الشاشة على القرآن. وبعد كده بقى ابدأي مهامك اليومية. بمهامي اليوميه بايه يا ساره؟ ان هو ما كركبش الدنيا انا عايزه اعمل دي ودي، لا لا، رتبي اقعدي كده، افطري، اعملي فنجانك القهوه الجميل ولا كوبايه الشاي ولا الشاي بلبن، اي حاجه انت بتحبيها. يعني انت اصحي يعني بصي روقي دماغك.
ممكن هنا بقى واحدة ترد عليا تقول لي: لا يا ده انت رايقة. لا والله العظيم بصي عايزة اقول لك ان الحاجات دي عن تجربة. انا كنت بصحى بحس ان الدنيا بتجري ورايا، يعني وانا بجري ورا الدنيا اللي هو ايه، مش لاحقة اعمل حاجة، إيه مش عارفة، الدنيا كلها متكركبة فوق راسي. رتبي اولوياتك، يا رب يكون عندك 10 عيال، يا رب يكون الدنيا كلها بتجري وراكي. رتبي اولوياتك، اول ما تصحي من النوم قولي اذكار الصباح والمساء، صلي ركعتين الصبح بنية ان كده ربنا يعني يريح نفسيتك ويخلي يومك كده ايه يعدي على خير ان شاء الله. دايما دايما ادعي ربنا ان يريح نفسيتك من جوه ويديك الطمأنينة في القلب. ودايما ادعي دعاء اللي هو اللهم اجعلني مقيم الصلاة وآتي الزكاة ومن ذريتي. والله الدعاء ده حلو جدا. وعايزه اقول لكم ان انا بتعلم، مش ان انا بقول كلام وخلاص، لا انا بتعلم من ناس زي كده بتتكلم وبتعلم منهم. وفي حاجات طبعا جابت معايا فحبيت ان انا اقول لكم عليها، زي اذكار الصباح والمساء، زي اللي هو الالتزام على الصلاة. اول ما الاذان يقدم اسيب اي حاجة في ايدي واقوم اصلي الظهر. الظهر بيجيب العصر، حاولي مرة واثنين وثلاثة وعشرة. ده اسمه جهاد للنفس. انت بتجاهدي نفسك على ان انت تصلي. ده طبعا يعني حسناته كبيرة جدا عند ربنا. فحاولي كده دايما لو انت عايزة تطلعي من المود اللي هو حاسة بخنقة ومش عايزة، مش طاقتك مش رجعت لك زي الاول، فاعملي الحاجات اللي انا بقولك عليها دي. واصلي على الاذكار واهتمي بالصلاة واهتمي بربنا شوية. وما تحسيش ان الدنيا ضغط عليكي. وان شاء الله يا حبيبتي ربنا يفك كربك يا رب ويهون عليكي وتحسي دايما بالطمأنينة. ودايما رتبي اولوياتك. تعالوا بقى نتكلم حبة في تظبيط الوقت والاولويات، وهي ان انت زي ما قلت لك ما تحسيش ان الدنيا كلها متكركبه وراكي. يعني انت مثلا لو حاسه البيت كله عايز دور نظافه حلو تمام، هنبدا ان احنا نروقه يعني حاجات بسيطه، ان احنا مثلا نظبط السراير، نرص كل حاجه في مكانها. وبعد كده ابتدي بقى كل يوم اعمل مكان. مثلا اوضه الولاد مش عاجباني عايزه اغيرها، مثلا اجيب السراير الناحيه واجيب الكومودين الناحيه اعمل كده. اشيل الملايات، اغير مود كده الاوضه، اشيل الملايات، احط ملايات جديده، اكنس الاوضه كنسه نظيفه ومسحه كده بالمعطر. وفي ريحه يا بنات طالعه اسمها ريحه البخور، حلوه جدا 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 لمسح الارضيات وكده. بتديكي طاقه حلوه قوي، هاتيها. حاولي ان انت تجيبي دايما منظف للارضيات او المسح كده بريحه العود، حلوه قوي برده. لو ما لقيتيش بريحه البخور دي بريحه العود بتبقى جميله. غيري السراير، افرشي، اعملي للاوضه تنظيفه عميقه. وخلاص ظبطتها. اشوف بقى اللي وراها، لو قدرت مثلا اعمل الاوضه بتاعتي النهارده اعملها، ما قدرتش تمام مفيش اي مشكله، هظبطها تظبيط عادي. وتاني يوم او لما اقدر هعملها بقى التنظيفه العميقه. طبعا احنا كلنا طالعين من العيد منظفين تنظيف عميق وكل حاجه، بس برضو يعني بدل في بيت فيه اولاد ربنا يخلي يا رب ويبارك ويدي يا رب اللي عايز بالذريه الصالحه. طبعا لازم ايدينا تكون في البيت على طول. فانت ما تجهديش نفسك كله في يوم واحد وتاني يوم الدنيا تتبهدل فتحسي خلاص بقى لا انا مش قادره. فحاولي ان انت تاخدي الموضوع ايه واحده واحده. يعني مثلا لو بيتك اوضتين وصاله اكبر، خدي كل يوم حاجه. اول حاجه خالص هتروقيهم الترويق العادي الطبيعي اللي هو هنظبط زي ما قلت لك. لو في حاجه عايزه تتكنس لكن بقى ترويق عميق يبقى هعمل كل يوم حاجه، مهمات كده يوميا تخفف عليكي وبحيث ان انت متخليكيش مضغوطه. قبل بس ما الفيديو يخلص عايزه اشكر كل حبايب قلبي اللي بيتابعوني من مصر ومن بره مصر، وكلكم على راسي من فوق، بحبكم في الله. بس بالله عليكي لو وصلتي معايا لحد هنا حطي لي اللايك، ما تبخليش عليا، بعمل كل مجهود عشان اوصل لك كل جديد وكل الطاقه الايجابيه ان شاء الله. وانت كمان يا اختي لو عندك اي استفسار واي مشكله اكتبها لي على الواتساب على رقمي على لمحه، او اكتبها في الكومنتات حسب ما تحبي. هنا بقى بصوا خلاص كنت مقرره ان انا اعمل ايه. تعالوا بقى احنا خدنا غسيل مواعين كله في ازاي تطلعي نفسك من المود الوحش وتخشي في مود حلو، طبعا بذكر الله والصلاه والالتزام. ودايما تفرحي نفسك اللي هو باي حاجه بسيطه، اي حاجه انت بتحبيها، نوع شوكولاته معين، نوع مشروب بتحبيه، اعملي لنفسك، افصلي، حاولي تفصلي من ما بين الدوشه والبيت وده وما بين نفسك. بصي انا حاسه يعني والله العظيم في بنات صحابي بيقولوا يا ساره احنا لما بناخد شاور ونسرح شعرنا بنحس براحه نفسيه. اعملي كده يا ستي، اي حاجه تحسي ان هي انت بتعمليها وبتريحك وبتحبيها بس مش قادره تقومي تعمليها، لا اتغلبي على نفسك واعمليها. هنا بقى اكمل لكم انا كنت بعمل ايه بعد ما خلصت المواعين، جبل المواعين ده. قلت خلاص هعمل مكرونه سباكيتا وهسلق جنبها لحمه. رجعت غيرت المسار خالص بعد ما فرمت الطماطم، عملت مكرونه بالبشاميل اللي كان عندي حبه لحمه مفرومه. وكان لقيت بقى حاجتها كلها صراحه متاحه، وانا رايحه افتح الضرفه كده اجيب المكرونه السباكيتا لقيت في مكرونه قلم وفي دقيق الحمد لله وفي الخير كله. فغيرت النشاط وسبت الطماطم دي ان شاء الله لتاني يوم لو عشنا. وعملت غيرت الموضوع خالص وعملت مكرونه بالبشاميل. وهنا كمان كنت عملت طلعت اللحمه. بس هنا بقى ايه
طبعا لان هي فكت من الفريزر ما حطيتهاش في الفريزر تاني صراحه. تبلتها في التتبيله بملح وفلفل وبصل وحبه خل صغيرين وكل بهارات اللحمه، وسبتها بقى على جنب لتاني يوم. حبيتي تسلقيها بنفس التتبيله عادي في شوربه تمام، حابه بقى ان انت تشويها زي ما انت حابه. غيرت مسار الغدا خالص وعملت في الاخر مكرونه بالبشاميل، بس هو ده بقى جه في مقطع الفيديو يعني. هنا قلت اغسل البوتاجاز وانا بغسل ورقه الفويل، انا مركباها في العيد معاكم. بس هي صراحة يعني حلوة، بتحافظ على البوتاجاز وبتعيش، وطبعا البوتاجاز بيفضل من تحت نضيف جدا. بس اهم حاجة ان انت برضو تغسليها وتنضفيها، بحيث لو انت وقع اي حاجة وسبتيها بتلاقيها بقى عملت اثار تحت على الستانلستين، ومش بيبقى مهما تنضفي فيه خلاص بقى بيعمل حروقة، فانت تحاولي تخلي ايدك فيها. انا بشيلها صراحة لما خلاص بقى يعني مثلا هي كده لسه معداش عليها بتاع 10 ايام هي من يوم الوقفة، فبغيرها مثلا كل 15 يوم، ممكن تجيب معايا الشهر لو فضلت نضيفة صراحة. وساعات بقى بزهق منها وبشيلها خالص وبسيب البوتاجاز لفترة كبيرة من غير ورق فويل. بس ساعات بقى بحب اجي في المناسبات كده احط مثلا على الازاز، وبحط على البوتاجاز نفسه. وجت ورقة الازاز دي جت صغيرة الظاهر اللي هي بتاعة الازاز بتاع اللي هو الاربعة شعلة، بس ما كانش في حل بقى خلاص، هي كنت جبتها وركبتها. لو وصلتي بقى معايا هنا ما تنسيش تصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وتشتركي في القناه وحطي اللايك بتاعك الجميل. ولو عندك اي سؤال اكتبي لي في الكومنتات، بفرح بكومنتاتكم جدا جدا جدا، وبتشرف في كل اللي دخلوا القناه جديد. حاولي على قد ما تقدري، حبي بيتك حبي حياتك. سيبك بقى من حاجات السوشيال ميديا، حاجات السوشيال ميديا دي بحس ان هي بتحبط الواحد مش بتشجع الواحد. يعني انت لما بتسمعي البيوت والترتيب والحاجات دي، لا يا حبيبتي كل ده حاجات من ورا الكاميرا. عيشي، يعني انا بحب اطلع معاكم بطبيعتي، ويعني ما بغيرش اي حاجه في يومي علشان احسسك ان احنا طبيعيين. سيبك بقى من كل البرامج التانية والعيشة اللي هي الفلالي، لا العيشة وراها كوارث كوارث كوارث. بس الحمد لله على كل حال، لازم يعني ترضي باللي ربنا كاتبهولك واللي ربنا قاسمهولك، ودايما هتلاقي عندي كل الجديد وكل الترتيب ان شاء الله. بس تابعي القناه انتي وهتلاقي كل الحاجات الحلوه. هنا بقى بصوا المكرونه كانت طلعت ما شاء الله، كانت تحفه تحفه كده، وكانت طريقه احنا بنحبها بقى ايه، فيها البشاميل اللي سايب كده، وبنحب ناكلها وهي سخنه قبل ما تبرد صراحه. وخلاص هنا كان اليوم خلص، ورحت بقى اجيب التومين معاكم. خدت التوك توك بتاعنا ورحنا، لا مش بتاعنا احنا التوك توك بقى من على الشارع ورحنا. بصوا هنا كده ما بيننا وما بين التومين مسافه يعني مش كبيره قوي. واشوفكم في فيديو جديد على خير، وانتظروني في فيديوهات جايه كتير ان شاء الله.